السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم غندويو فيه على التمريض في المغرب. غندويو على الاجره، غندويو على الدراسه، غندويو على العمل، غندويو على الايجابيات والسلبيات تاع هذه المهنه. غنبداو بالاجره اللي بزاف الناس كيسولوا عليها. الاجره تاع المهنه تاع التمريض في البريفي هي اجره بسيطه في الاول. يعني في الاول ضروري ما غادي تخدم بواحد 2000 درهم 2500، ضروري ما غادي تصبر، ضروري خاصك تتعلم باش غادي تمشي لبلاصه اخرى باش تطلب الثمن، حيت ضروري من الاكسبيريونس. المهنه تاعنا خاص يكون عندك اكسبيريونس. بزاف تاع لي كلينيك دابا مبقاوش كيقبلوا الا بالاكسبيريونس. في سميتو سميتو اللي كاتبين كيكتبوا لك اكسبيريونس زعما 5 سنين 4 سنين، باغي الناس اللي يكونوا عارفين. وهذاك الاكسبيريونس كيفاش غادي نديروه؟ ضروري خصنا نخدمو بواحد الثمن اللي هو قليل باش ان شاء الله غادي نشدو الثمن اللي هو كثير. يعني ضروري من الصبر، ضروري من الانسان يصبر 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 يصبر، وان شاء الله ربي غادي يجيب التيسير. بالنسبه للاجره كاين لي زانفيرميير اللي كيشدوا 6000 درهم 7000 درهم 8000 درهم. يعني ما كاينش واحد الحد ادنى ولا حد اقصى تاع السالير. انت وراسك، كان راسك عامر، كنتي كومبيتون، يعني عندك ما تعطيه، راه غيكون عندك سالير مزيان. كنتي ما باغي غير السالير وما عندكش وراسك خاوي، راه ديما غادي تبقى محدود في واحد السالير اللي هو قليل. بالنسبه للدراسه بزاف الناس تالفين ما عارفينش فين يقراو. بالنسبه للناس اللي يلاه باغيين يديروا هذا الدومين كيقول لك فين نقراو، ومدرسه خفت لما تكونش اكريديتي، وخاص المدرسه تكون اكريديتي وهذه اكسيتيرا من الهضره بحال هكا. انا اللي كنوصي واللي يعني كنصح به الناس اللي كيسمعوني دابا، كنصح اي واحد، اي مدرسه راها كتقري، اي مدرسه راها مزيانه. المغرب كامل فيه مدارس مزيانه. من انت خاصك تكون باغي تقرا باغي تعطي في هذا الدومين، داخل ليه عن حب. هادشي اللي غنقدر نقول لك. هادو 3 الحوايج اللي هما مهمين بزاف. باغي تعمر راسك، باغي تقرا، ماشي داخل غير انت مدفوع، ولا غير مقاومه يديروا لك والديك قالوا لك سير لهاد المهنه، يعني خاصك انت تكون باغيها باش تعطي فيها. اما الدراسه كاع المدارس راه كيقريو، وكيف كانت اكريديتي ولا ماشي اكريديتي، الا كان الراس عامر راك غادي تخدم وغادي تخدم. يعني بنادم ما يخافش من الخدمه وسميتو، خاص غير تكون انت راسك عامر. بالنسبه للعمل، اي عمل غادي يبغيك الا كان، نعاود نقولها، الا كان راسك عامر، الا كنتي واثق من راسك، خاصك تكون فيك الثقه في النفس، يكون عندك براتيك مهم بزاف. يعني في الستاجات بروفيتي اقصى درجه، حاول لي ستاج تاعك تمشي ليهم. الخدمه اي فرصه ما تضيعهاش في الستاج تاعك، في القرايه تاعك، باش في الخدمه ان فوا غادي تجي غادي يشوفوك. يقدروا اي خدمه اكتريه ولاو كيبغيو لي ستاج كياخذوك في الاول، كيدوزو واحد 3 موا، كتبقى 3 موا ديساي. هذه في كاع لي كلينيك، وحتى حنا في الكلينيك اللي انا فيه 3 موا ديساي ضروريه. هذيك 3 موا غير لي زانفيرميير اللي معاك كيسولهم الماجور ولا السوبيريور عليكم، كيقول ليه اشنو واش مزيانه. يعني الا كنتي غير انتي او انت كتمشي غير كتبيكي، غير كتاخذ فوا، كتعرف تاخذ فوا، صافي هما كيقولوا لا هذاك مزيان، لا تبارك الله عليه. وتا الا كان عندك واحد الباجاج وكان راسك عامر، يعني حوايج بساط اللي هما خاصك تكون عارفهم بحكم 3 سنين تاع القرايه، خاصك تكون عارفهم. خاص يكون عندك هذاك البراتيك، يعني الخدمه شنو بغات،
بغاتك تكون راسك عامر ويكون عندك البراتيك. دائما 3 موا ديساي ابخي كتخدم. يعني بالنسبه للعمل راح تلقاو الا كنتو نتوما يعني في يدكم وعندكم ما تعطيوه. اما الواحد الا كان باغي داخل الدومين غير هكاك راه ما عمرو غادي يلقاو، ما عمرو غيوصل لواحد الصالير اللي هو مزيان. بالنسبه للايجابيات تاع المهنه، شو غنقول، ايجابيات كاينين بزاف تاع الايجابيات تاع هاد المهنه. منها انا بالنسبه ليا منها دعاوي الخير، منها رحمه الوالدين، منها يكفي انهم كيقولوا لنا ملائكه الرحمه، وخاصنا بصح نكونوا ملائكه الرحمه. خاصنا نعاونوا الناس، خاصنا نخفوا عليهم، نخفوا على المريض ونخفوا على عائله المريض. بزاف تاع لي سيرفيس كتدخل ليهم كتقدر تأزم. وكاينين دي سيرفيس اللي كتكون فيهم انت فرحان، بحال البلاصه تاع الولاده، بحال دي سيرفيس اللي هما عاديين. مي كاينين دي سيرفيس اللي كتدخل ليهم وفريمون كتعيش مأساة تاع الناس. كنتمنى اي واحد يخفف على هادوك الناس ويعاملهم معامله مزيانه، وياخذ دعاوي الخير. اما السلبيات تاع المهنه حتى هما كاينين سلبيات بزاف في هاد المهنه. بالنسبه للعمل تقدري تخدمي بالليل، تقدر تخدم بالنهار، تخدم في اي وقت. مهنه التمريض كمهنه بزاف الناس ما كيعطيوش واحد القيمه للممرض. كي يقدروا يقول لك ممرضه كتاخذ الرشوه، ممرضه كتاكل ماكله المريض، ممرضه ما عندهاش القلب، داقين لهم شي براوات ما عندهمش القلب. بزاف تاع الحوايج يعني اللي كتقال على الممرض، وهو نورمالمون العكس تاع هذا الشيء. كنحاولوا نحسنوا هذيك الصوره تاع الممرض. بالنسبه للاعياد، كتخدم في العيد، كتخدم في العيد كبير، في اي عيد تقدر تخدم. الناس كيكونوا مع عائلتهم كيقول لك اليوم جور فيغي، مي انت ما عندكش هذاك الجور فيغي، يعني كتخدم سونزاري، ما غاديش تحبس الخدمه. بالليل غادي تخلي عائلتك وغادي تمشي لخدمتك، والخدمه تاع الليل متعبه للناس اللي كيخدموها كيف ما خاصها تخدم. يعني الناس اللي كيخدموا من القلب. بزاف تاع الحوايج اللي يعني هما في السلبيات تاع مهنه التمريض. ولكن اون جينيرال اللي داخل المهنه وهو كيبغيها غادي يبقى يبغيها وغادي يعطي فيها، وما غاديش تهمو زعما كاع هاد الحوايج اللي كاينين، هاد السلبيات وهاد سميتو. غادي يحاول يبدل هذيك الصوره تاع الممرض. راه كياخذ الرشوه، راه بزاف الحوايج كيقولوهم. مي الحمد لله كنخدموا الخدمه تاعنا عن اكمل وجه، وكنتمناو يا ربي زعما تقبل هذا العمل تاعنا. العمل تاعنا فيه اجره اللي هي اجره كناخذوها فلوس، وفيه اجر اخر اللي هو الاجر عند الله ان شاء الله. وكنشكركم بزاف، وكنتمنى تتابعوني وديروا لي ابوني، واللي عنده اي استفسار اي مداخله مرحبا، انا موجوده، ما كاين حتى شي اشكال. والى فيديو اخر ان شاء الله.